مفيش شك ان النصوص لا يخلو منها اي تصميم، سواء لبوستر او اعلان او حتى لوجو. وعشان التكست يبقى ماتشنج ومناسب مع الديزاين لازم يكون عندك تنوع وتقدر تعمل كذا ستايل او تأثير على التكست. عشان كده انا جايب لك النهارده 5 تأثيرات وستايلز تقدر تعملهم على التكست، واضمن لك انها تنقل الديزاين بتاعك في حتة تانية. من غير كلام كتير يلا بينا. وعلى خلفية ممكن نغير الباك جراوند، نخليه لون مخضر شوية، اخضر غامق شويتين بالشكل ده. هنيجي نعمل تكست او ممكن نسميه يوتيوب بالشكل ده، نحركه كده شوية. ممكن نيجي هنا نعمل له حاجة زي ارك كده شوية ونقلله شويتين، ماشي حاجة بالشكل ده كده. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هنيجي على التكست ستايل دوت وهندوس دبل كليك شمال، هنفتح البلندنج اوبشن بتاعته. هنيجي نعمل له ستروك، والستروك ده هنخليه لونه اللون اللي احنا بنختاره، الستروك ده هيكون السمك بتاع 3D تكست ستايل. ممكن نختار لون في الاحمر من اليوتيوب، يعني شعره ايه احمر، احمر بس غامق شويتين كده. ماشي انا اخترت اللون ده، اللون ده اللي هيكون السمك بتاع ال 3D تكست ستايل. نخلي هنا ممكن السايز بتاعه نخليه 15 او حاجه، وبعد كده ندوس اوكي. بص بقى نركز معاه بقى في الايه، في التركايه دي. هنيجي هنا على اللاير بتاع التكست وهناخد منها كوبي. طيب الكوبي ده اعلم عليه كنترول تي، وهعمل حاجه واحده، هطلع سهم لفوق واطلع سهم يمين بس كده وادوس انتر. طيب هبدا اعمل ايه بعد كده؟ هبدا اخر لاير معايا هبدا اعمل لها كوبي عده مرات بنفس الافكت اللي انا عملته عليها، اللي هي سهم لفوق وسهم يمين. طيب هعمل كوبي ازاي منها بنفس الافكت اللي عليها؟ ادوس كنترول شيفت الت تي، عمل لي اول نسخه. اعمل كذا نسخه فوق بعض، كل ما هعمل هتلاقي في السمك ده بدأ يظهر ويديك إيحاء بال 3D لحد مثلا تبقى حاجة مرضية بالشكل ده، ويبقى كده إيه كويس. هبدأ أختار كل التكست اللي أنا عملتها وأعمل لها جروب. هاجي بس على أول لاير اللي هي لونها أبيض دي، هاخدها كده بره عشان إيه هنعمل عليها شوية إفكت دلوقتي، ونقف خالص الجروب دي. هاجي على التكست اللي فوق وكليك يمين كليك شمال عليها. هاجي هنا على جراديانت اوفرلاي واعمل لها جراديانت اوفرلاي، واختار الالوان بتاعتي. ممكن اختار اللون ده بس الافتح منه شويه، او ممكن اختاره واختار الايه الافتح منه شويه علشان يبقى فيه كونتراست بين اللونين. واللون التاني نفس الموضوع بس هيبقى افتح اكتر بالشكل ده كده. كده تمام قوي. نيجي بعد كده هنعمل انر شادو، وهنخلي البلند مود بتاعه نورمال ونخليه لونه ابيض. ونيجي على الاوباسيتي هنخليها 100%. نخلي على الديستانس بتاعته نفضل نقلله، والسايز هنقلله شوية. انا عايز اعمل يعني حاجة شبه اللمعة بتاع الفضة كده، ستروك كده بيكون حوالين التكست كده من فوق. ممكن اغير الانجل بتاعته، ممكن اخليها من تحت، خليها من تحت عشان الإضاءة تحس إنها من تحت شوية. ممكن أقلل الديستانس شوية، نخليها كمان 5، والسايز نخليه 6 بالشكل ده كده. طيب بعد كده ممكن أجي أعمل هنا دروب شادو بسيط، نعمله هنا البلند مود اوفرلاي. الأوباسيتي بتاعته ممكن ما نعليهاش قوي، ونخلي الأنجل نختار أنجل مناسبة، خليها كده ايه لتحت. والسايز طبعا ايه ما تكبروش قوي. الديستانس طبعا لازم يكون قليل بالشكل ده كده ايه كده مظبوط. اللون بتاعه يكون طبعا اسود. بعد كده هندوس اوكي. هنيجي على التكست مع الجروب ونعمل جروب تاني. هنيجي على جروب ودبل كليك، نفتح البلندنج اوبشن وهنيجي نعمله بس ستروك. احنا عايزين لون التكست هنا احمر ولون الخلفيه اخضر، الاتنين غوامق. احنا عايزين نفصل بلون يكون تقريبا ابيض عشان يبرز التكست بتاعنا. نخليه اوتسايد وهو كده حجمه مناسب. وبعد كده نعمل دروب شادو للمجموعة كلها عشان نديلها كده ايه العمق بتاعها بالشكل اللي احنا شايفينه.
تمام كده كويس. ممكن ابدا اعمل ايه؟ انا خلصت وعملت التصميم بتاعي. اوكي، وبكده انتهت الحلقه. 5 تاثيرات مختلفه على التكست تقدر تعمل بهم كل حاجه، وهم سريعا: السلايزد افكت، والاوفرلاب افكت، والمالتيبل ستروكس، وال3 دي تكست ستايل، وجليتش افكت. ال5 دول تقدر تعمل بهم تصميمات مختلفه. اشوفك في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.